تعاون سعودي إماراتي يحبط تهريب الكبتاجون. أهلا بكم من استوديو صدى. أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب عن إحباط عملية تهريب كبرى لأقراص الكبتاجون، وذلك ضمن تعاون أمني مشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات أسفرت، وبناء على معلومات دقيقة قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن قيام السلطات الإماراتية بإحباط محاولة تهريب 89,760 قرصا من مادة الإنفيتامين المخدر. وقد تم العثور على الأقراص مخبأة داخل أزرار ملابس ضمن شحنة كماليات إكسسوارات في محاولة لتمريرها بطرق مبتكرة. المتحدث الأمني أكد أن المملكة مستمرة في تتبع ومحاصرة كل من يستهدف أمنها وأمن شبابها والدول الشقيقة بهذه السموم، مؤكدا على النهج الحازم في التعاون الدولي والتصدي لتلك المحاولات الإجرامية بكل الوسائل.